طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب رأية، والمستهل بهم وأبرز العناوين. شرطة المرور تعلن انخفاض الحوادث المرورية العام الماضي. خطة حول تقوية الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في إقليم جنوب البحر الأحمر. نشر المكتبات الرقمية لدعم العملية التعليمية في صنعاء. هجوم دام على مجمع فندقي في العاصمة الكينية. البرلمان البريطاني يرفض اتفاق ميل الخروج من الاتحاد الأوروبي. وإيران تفشل في محاولة إطلاق قمر صناعي. مرحبا بكم. أعلنت الشرطة الإريترية انخفاض الحوادث المرورية في البلاد العام الماضي بنسبة 18.2%. وأفاد تقرير شرطة المرور بوقوع 3869 حادث مروري العام الماضي، أسفر عن مصرع 161 شخصا وإصابة 1250 بجروح متفاوتة وتدمير ممتلكات تقدر قيمتها ب 45.4 مليون نقفة. كما أشار التقرير إلى أن أهم الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية هي السرعة الفائقة والقيادة تحت تأثير الخمر والاتصال التليفوني واستخدام شاشة الفيديو أثناء القيادة. وأوضحت شرطة المرور في التقييم أن جهود السلامة المرورية التي تقوم بها تحقق نتائج مرضية، مشيرة بصفة خاصة إلى الجهود الجارية لضمان السلامة المرورية للطلاب في المدارس، حيث دعت المدارس للقيام بمبادرات لسلامة طلابها أثناء دخول وخروج الطلاب دعما لجهود الشرطة. وقد ذكر التقرير أن انخفاض الحوادث المرورية رغم الكثافة المرورية التي كانت بصفة خاصة في الأشهر الخمسة الماضية يبين الجهود المبذولة التي يتوجب الدفع بها عبر تعاون المواطنين وسائقي السيارات. وكان العام 2017 قد شهد 4739 حادث مرور أسفر عن مصرع 141 شخصا وإصابة 1840 بجروح وتدمير ممتلكات بأكثر من 71 مليون نقفة. أوضح مكتب وزارة الثروة البحرية في إقليم جنوب البحر الأحمر الخطط الموضوعة لتطوير أنشطة صيد الأسماك في الإقليم. وقد ذكر المكتب بوجود 17 جمعية تعاونية لصيد الأسماك بالإقليم، مشيرا إلى صرف أكثر من 4 مليون نقفة كقروض ومساعدات عينية لدعم هذه الجمعيات العام الماضي. وأشار المكتب أيضا إلى العمل الذي يجري هذا العام لبناء مصنع ثلج ودورات تدريبية لإدخال وسائل الصيد الحديثة وتنظيم وتوعية الصيادين وإدارة الممتلكات وصناعة وصيانة شباك الصيد وصيانة محركات القوارب. وقال القائم بأعمال مكتب وزارة الثروة البحرية في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد محمد إياح إن تعاون إدارة الإقليم والقوات البحرية ضروري لفعالية أنشطة الصيد اليومية وتطويرها. من جانبه أوضح حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر سعادة السفير محمد سعيد منتاي أوضح الدور الكبير للموارد البحرية عامة والأسماك بصفة خاصة في جهود ضمان الأمن الغذائي، مؤكدا تقديمهم الاهتمام والدعم اللازم لتطوير الإنتاج كما ونوعا، وذلك بهدف ضمان الطلب المحلي والتوجه للتصدير. تسهم المكتبات الرقمية في الإقليم الجنوبي ومديرية صنعاء بصفة خاصة تسهم بدور كبير لإنجاح العملية التعليمية. وأوضح المهندس أبيل القرماي من مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي أوضح أن البرنامج الذي بدأ بمدرسة طيشة في مديرية صنعاء يأتي في إطار البرنامج الجاري في البلاد عامة لإدخال الطاقة الحديثة في المدارس. كما أشار المهندس أبيل القرماي إلى أن المكتبات الرقمية تهدف لتقديم المعلومات بالصوت والصورة للطلاب والمعلمين وتوفير المراجع المطلوبة. وقد أوضح الجهود المبذولة لنشرها في الريف النائي.
يذكر أن المكتبات الرقمية قد أدخل سابقا في مدارس الثانوية بمديرية دك أمحارة. مشاهدينا فاصل ثم الأنباء على الصعيد العالمي. أدى هجوم شنه متطرفون على مجمع يضم فنادق ومكاتب في نيروبي أدى إلى مقتل 15 شخصا وفق مصدرين في الشرطة الكينية كان في موقع الحدث، حيث لا تزال الاشتباكات مستمرة. وسمع صوت إطلاق نار في المجمع وانفجارات في المجمع الواقع في منطقة ويست لاندز بالعاصمة، والذي يضم فندق دوسيت دي 2 حيث وقع الهجوم، فضلا عن مكاتب إدارية. وأعلن جماعة الشباب المتشددة التي تتخذ من الصومال المقرر لها وتوالي تنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن من بين القتلى مواطنا أمريكيا. وقال جوزيف بوينيت قائد الشرطة الكينية إن مسلحين ألقوا قنابل على سيارات في موقف للسيارات قبل دخولهم إلى رهة الفندق، حيث فجر أحدهم نفسه. وتقول تقارير إعلامية إن حوالي 30 شخصا يعالجون في مستشفيات نيروبي. وشهدت كينيا عدد من الهجمات الإرهابية في السنوات الأخيرة، وعلى الأخص في الحدود الصومالية وكذلك في العاصمة. رفض البرلمان البريطاني يوم أمس الثلاثاء بفارق كبير الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، مما يسير اضطرابا سياسيا قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق أو حتى عدم الخروج. وبعدما صوت 432 نائبا ضد الاتفاق مقابل 202 فقط، دعا جيرمي كوربين زعيم حزب العمال على الفور إلى تصويت في البرلمان على سحب الثقة من ماي. ومع قرب موعد الانسحاب المقرر في 29 من مارس، تواجه المملكة المتحدة أعمق أزمة سياسية منذ نحو نصف قرن، وليس معروفا كيف ستخرج من الاتحاد الذي انضمت إليه عام 1973 أو ما إذا كانت ستخرج منه. واتحد نحو 100 من النواب المحافظين من المؤيدين للانسحاب والرافضين له مع باقي النواب لإسقاط الاتفاق، وذلك في أسوأ هزيمة برلمانية تمنى بها حكومة في تاريخ بريطانيا الحديث. قال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد أزري إن محاولة إيران وضع القمر الصناعي في مداره في تحدي لتحذيرات أمريكية فشلت، لأن الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي لم يصل للسرعة المطلوبة. وكانت واشنطن قد حذرت طهران هذا الشهر من إطلاق 3 صواريخ تعتزم إطلاقها في الفضاء، قائلة أنها تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ البالستية. وتخشى الولايات المتحدة من استخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية البعيدة المدى اللازمة لإيصال الأقمار الصناعية إلى مداراتها في إطلاق رؤوس حربية. وتقول إيران التي تعتبر برنامجها للفضاء مسألة كرامة وطنية إن إطلاق المركبات الفضائية والتجارب الصاروخية ليست انتهاكات وستستمر. قال مسؤول برنامج الفضاء الصيني إن بذور قطن حملها مسبار تشانغ إي 4 الصيني إلى الجانب المعتم من القمر قد نبتت في التراب القمري، وذلك للمرة الأولى في التاريخ. وأضاف المسؤولون أن هذا الإنجاز قد يساعد في تأسيس أول مستوطنة بشرية في القمر. وكانت صورة نشرتها الإدارة الصينية الوطنية للفضاء أظهرت نباتات القطن وغيرها من النباتات وهي تنمو على سطح القمر. يذكر أن مسبار تشانغ 4 كان يحمل عند هبوطه على الجانب المعتم من القمر في الثالث من الشهر الحالي كميات من مواد البحوث العلمية، منها حاوية أطلق عليها الدائرة البيئية المستقرة لسطح القمر. ويحمل مسبار تشانغ 4 معدات طورها علماء من السويد وألمانيا والصين، الغرض منها دراسة بيئة القمر والأشعة الكونية والتفاعل بين الرياح الشمسية وسطح القمر. مشاهدينا فاصل آخر ثم الوقفة الرياضية.
بعد مسيرة حافلة حصد خلالها العديد من الألقاب، الحارس المخضرم بيتر تشيك يقرر الاعتزال. المزيد في سياق التقرير التالي والزميلة شاهيناز إبراهيم. أعلن الحارس التشيكي بيتر تشيك أنه قرر اعتزال كرة القدم مع نهاية الموسم الحالي بعد مسيرة حفل حصد خلالها العديد من الألقاب. وأعلن تشيك أنه سينهي في نهاية الموسم الحالي 20 عاما من احترافه كرة القدم، منها 15 عاما من الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي وأرسنال. وفاز بيتر تشيك ب4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، و5 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، و3 ألقاب في كأس الرباط. وفي عام 2012 حقق دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الأوروبي 2013، كما فاز بكأس الدرع الخيرية 4 مرات. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة. سمعت كسغي ماني بزما أكلك أطر ما قحف يلي زحبرك ناخذ كي زيت ولا سلي وي تسمرت تحت رخب دالك خمس غيرك تسنبدني هو ما نسمبار تسنبد يا اخي دمت يمطع وراري عبار سورة حراري أنت وريدك وحوي جنن كمسلن حسن بتاعي تايكم جنن دا كما يماسل كذا أمبر قامي دا سبان هذا حال ناقله أنا قاطر إيه الله بسنك نتفقت إذا حلوا نسبات زجبركم إذا أبسكم زي بالله أبدو خيط كذا متى بخليهم بمنتهى هرنا منو هردأنا وينجار أنت خم يقولوا أنا جرام تقول السبيعة دي وا أنا أمس فلاتي خايت سدد كل حق كاي سمع عنده تجزاف كندي دنيا عنده مسكا سبلا تصاخ أما وقع بيت أدي خايت زر عبوا وين يديكم كل مساقا تعلم صغير له